سروب يا جماعة خلصنا في كلمتين كده سريعا من موبقات كرة القدم المصرية اللي كانت بتخلينا أول ما بنفتح نتفرج على ماتش ما بنكملوش ونقفل، وتخش على الفيسبوك أو على تويتر وتكتب البوست اللطيف اللي تجيب كل اللعيبة تحت رجلك. من أول الحاجات اللي عملها سروب في الأهلي ونهاها نهائيا يعني بعد الخطوط اللعيبة عن بعضهم. بالتالي لما كانت اللعيبة بعيدة عن بعض كانت الكور الطولية كتيرة واخدة نسبة كبيرة جدا من اللعب. الميس باصات كلها ما بين اللعيبة مقطوعة، وبتاخد وقت كبير جدا لعيبة النادي الأهلي في استرداد الكرة تاني أو إنها ترجع الكرة تاني لحوزتها. اللعيبة ما كانش بتفكر مع بعض، وما كانش فيه ضغط عكسي خالص بيتم بانتظام. كان على طول الضغط العكسي بيتم بشكل غير منتظم بعشوائية وهرجلة. وكانت زي ما قلت لك ان الضغط بيكون واخد نسبة كبيرة جدا من الميس باس والعشوائية. حاجة تانية عدم وعي لعيبة النادي الأهلي بتحركات زمايلها. سروب عمل خطة اللامركزية اللي احنا شفناها في الماتش بتاع شبيبة القبائل، اتعملت بالشكل الصحيح وخلت لعيبة شبيبة القبائل مش عارفة تمسك لعيبة النادي الأهلي منات، فبالتالي الأهلي كان بيطلع بالكورة.